اجمل الحاجات اللي انا لاحظتها هنا في كوالالمبور ان كله متصل ببعضه. يعني اي مكان انت هتمشي فيه هيطلعك على وسط البلد عندهم، لان كوالالمبور مليانه تفاصيل، ولكن كل التخطيط بتاع المدينه حلو جدا انك تطلع على طول على الاماكن اللي انت عايزها بسهوله. انا كنت في الاول في فندق بعيد عن هنا، الفندق كان بياخد له تقريبا تلت النص ساعه بالكرة، وكان ده الاماكن عندهم هنا حلوه جدا لبيع الحاجات اللي بالجمله، حاجات كتير قوي هنا كده. وعندهم الشوارع منظمه قوي في حكايه الايه المرور، احسن من اسيا بكتير. يعني هو في حتت فيها ما فيهاش اشاره مرور، بس مش مشكله كبيره يعني. بس هنا في اشاره مرور، وبتلاقيهم مهتمين جدا ان هم يفضلوا واقفين والكلام ده. مفيش حد بيسمه يطنش ولا يمشي عكس، ما شفتهاش خالص من ساعه ما جيت. ثانيا، كل اسيا هاديين بغباء، هاديين بغباء. يعني دلوقتي الساعه يا جماعه 11 كله بدا يقفل، هاديين بقى بغباء. الا طبعا وسط البلد دي مليانه دايما. هدوءهم يا جماعه ما يعني لو هو حتى هيخبطك بينك وبينه سنتي مش يعمل الكلاكس، فاهمين؟ فدي برضو حاجه عندهم. ده مطعم اهو تاني. واحسن حاجه اما انا بقى بقعد، اللي انا اكتشفته، انت بتقعد على الاقل يا جماعه اسبوعين عشان تفهم شويه المكان ده فيه ايه ونظامه ايه، والفلوس دي معناها قد ايه عندك، وتعرف تعمل نظامك كله. هقول لكم ايه تاني. الهدوء اللي هنا طبعا انتوا شايفين ده بس بيجي في ايام زي الاجازه. سامعين في صوت ورايا زي الغنى كده، دي برضو حاجه حلوه قوي هنا. ايه، كل مطعم زي اللي احنا مشينا عنده ده او مطاعم تانية بيعمل زي فاعليه ليليه، يجيب لك مغني بالجيتار بتاعه ويقعد يغني لك حاجات سولو بقى، هو اللي عاملها ساعات او اغاني، فانت تحس فيه جو كده لطيف. طبعا زي ما بقول لكم كل حته هنا ملزوقه في وسط البلد، يعني تعرف توصل لها باي شكل. فهو هنا مثلا البرجين التوأم، الابراج التانية كلها موجوده من هنا، وكمان الفيو حلو قوي. واو، في حاجه هنا مهمه برضو لازم تعرفوها. هنا اكترهم بيشتغلوا عربيات. ثانيه نرجع بس كده. كنت بقول لكم ايه، هنا كله شغال بعربيات مش موتوسيكلات. في فيتنام اكتر بلد شفتها في حياتي فيها موتوسيكلات، فانت بتلاقي حاجه اسمها الجراب ده زي اوبر هنا، وابات تانية. المكان قاعد بيضلم، فانا مش عارف. انا بس عايز اوريكم البرج ده، وهوريكم ممكن صوره ليه ولا لا، مش عارف احطها ايديت في الفيديو ولا لا. بس اللي هو اللي هناك ده بيبقى عامل زي، ولا ده مش هو؟ لا ده مش هو. في برج هنا يا جماعه شبه عارفين مدينه باتمان؟ هو شبه المدينه دي جدا على فكره. كفايه كده عشان الدنيا هنا بتضلم، بس انا كنت عايز اوريكم كل حاجه هنا متصله. يعني انا بعيد عن هنا شويه، بس هي عباره عن ربع ساعه قبل ما اوصل، ولا تلت ساعه، مش كتير. انا هرجع عشان ايه، الطريق قاعد بيضلم، الدنيا قاعده بتضلم. عندهم الساعه 11 اول ما تيجي خلاص الدنيا بتبدا تقفل، ودي حاجه حلوه جدا في اسيا. ما عندهمش الهبل بتاعنا ده اللي احنا نفضل قاعدين 200 ساعه، الا طبعا في وسط البلد عندهم. مع ده كله تلاقي فيه خدمات. ثانيا في هنا جراب بيوصل برضو للبيت عندك. يعني لو انت مش عارف اي حاجه هنا ومش عارف تجيب اكل منين والكلام ده، انت ممكن بتدخل على ابات هنا، كذا اب كده، ابلكيشن بيجيب لك الاكل لحد عندك. واحد منهم اسمه تقريبا باندا، لونه بامبا كده. وجراب نفسه، جراب بيوصل اكل برضو. جراب هنا بيستخدم عربيات بس، الا في الاكل بيجيلك بسرعه بسبب انهم بيستخدموا الموتوسيكل، وبيحطوا لك في البوكس ده اللي بيحفظ الاكل على طول، فيجيلك على طول. فدي برضو حاجه حلوه قوي هنا. انا مش عايز ازود الفيديو ده عشان برضو اللي يكون اتفرج يكون فاهم انا بتكلم فيها على طول، وما يقعدش ينتظر كتير. ولكن من اهم الحاجات اللي انت تركز فيها اول ما تيجي هنا، انك تشوف الاماكن اللي حواليك. المطاعم مش هتلاقي فيها حاجات بعيده عننا قوي في ماليزيا بالذات، ودي حاجه حلوه بالنسبه لماليزيا عن فيتنام والمدن التانية زي تايلاند والحتت دي. هنا هتلاقي عرب اكتر، هتلاقي ناس بياكلوا نفس اكلنا. يعني انا النهارده اكلت اكل عربي،
شاورما، شوف الفيديو بتاعه برضو، عرب سوريين وكل حاجه. فدي برضو حاجه حلوه. الحدود الاكل في حدود، دايما بقول في حدود 12 رينجت. كل دولار ب4 رينجت. فاليوم بتاعك بيبقى في الحدود دي بصراحه يعني. فده برضو حاجه حلوه جدا. اقل اوتيل شفته في الليله بيبقى ب69 في الليله، بس بيعملوا لك زي ديسكاونت لما انت بتاخد مده كبيره. يعني لو انت جاي هنا مثلا شهر او كده، لاكتر العرب هنا بيفتحوا لنا 3 شهور. يعني في مصر بيفتحوا لي 3 شهور، في ناس تانية كتير بيجوا الدول بتاعتنا بيفتحوا لهم 3 شهور. فانت تعرف تقعد براحتك. فانت لو انت بتأجر شهر ممكن بيعملوا لك ديسكاونت بقى على اليوم ده، فبيقل بقى اللي هو من 69. بس اقل حاجه شفتها في فيديو في فندق يعني محترم او لطيف، يعني مش هوستل. اللي مش هوستل، هو في فرق في هوتيل وهوستل. الهوستل ده اللي انت ممكن تقعد مع ناس وسراير فوق بعض والكلام ده، لا انا ما بتكلمش على ده. انا قصدي اوضه خاصه بيك. انا في الاول كنت قاعد في برج كبير جدا في الدور ال 24 تقريبا. ده كان الليله طلعت بحاجه و80 89 تقريبا او 88 رينجت في الليله. بس كان في ايه بقى؟ في حمام سباحه، في جيم في المبنى، في سوبر ماركت في المبنى نفسه، البرج نفسه. ففي كل حاجه جنبي. انا عايز اوريكم ده برضو. شايفين البرج اللي هناك ده اللي منور بنفسجي؟ ده تاني اطول برج في العالم. ابحث عنه، تاني اكبر برج في العالم في ماليزيا. هيطلع لك صور ليه كتير، بس عشان بالليل ما بيكونش واضح زي الصبح. طبعا الدنيا هنا مظلمه خالص، انتوا شايفين الحته اللي بوريكم الحته منوره، فعشان كده انا برجع. بس فدي اهم حاجات تحطها في دماغك وانت جاي هنا. اي حد عايز يعرف تيبس برضو كده وحاجات تريكس عن القعده هنا يقول لي في الكومنتات وانا هحاول اساعده لو انا عارف الحاجه. بس القعده هنا جميله. هي اغلى شويه من فيتنام، ولكن الحاجات اللي بتوفرها لك برضو زي الاكل، القرب من مليون حاجه. لو انت عايز تشتغل هنا هتعرف تنزل تحاول تدور اكتر، بتبقى اسهل. فدي افضل من بقيه الدول الاسيويه في ده. انا ما رحتش غير فيتنام وماليزيا، فانا ما اعرفش ايه النظام. بس انا عارف ان تايلاند نفس نظام فيتنام تقريبا، فيها نفس يعني المشاكل تقريبا. بس انا لسه ما رحتش. بس عندهم مثلا حاجه زي 7-11 لو الدنيا قفلت معاك خالص. ده سوبر ماركت معروف، براند معروفه جدا، فيها كل حاجه انت عايزها، الحاجات اليوميه. حتى ممكن تشتري منهم مثلا ساندويتش، او عايز تعمل اندومي، عارف الحاجات البسيطه اللي انت لسه نازل النهارده ومش عارف اي اكل وخايف تاكل اي اكل من عندهم. روح حاجه اسمها 7-11. ادخل على الماب دور 7-11 وتعرف تستخدم عندهم مايكرويف، كاتل تعمل شايك، كانك في بيتك. وهي بيبقى احجام، يعني في 7-11 صغير، في 7-11 كبير. هنا بقى في ماليزيا اختراع فظيع. ايه بقى؟ حاجه اسمها كي، ودي اسمها ايه؟ الحكومه الماليزيه بتساعد فيها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان بيقللوا اسعار حاجات منتجات كتير في الكيكي كل شهر. يعني مثلا في الصودا بيعمل لك مثلا، يعني انا كنت بجيب البيبسي، كنت بجيب الواحد ب2 رينجت و80 حاجه زي كده، دي اقل حاجه. وبعد كده الطبيعي برضو 53 حاجه زي كده. هما بيعملوا لك ساعات مثلا لما نزل في الشهر اللي فات الديسكاونت كان بيخليك تشتري 2 بلاستيك 7 وبيبسي، الاثنين ب1.99، يعني ب2، يعني بتمن واحده. وهكذا حطها على الرز بقى، حطها على الحاجات دي. بس انا عشان باكل في المطاعم او مش عندي مطبخ فما بشوفش العروض التانية. بس في عروض تانية على السكر، على الرز، على لو انتوا اسره مثلا وحابين تجربوا اكلنا انتوا عارفين بقى تعملوا اكلنا احنا، بدل ما انت تفضل تدور على اكلهم ممكن يبقى شبهنا قد ايه. فانت عايز تعمل اكلك فشوف برضو في الكيكي مش 7-11. بس دي اهم حاجات كنت عايز اقولها لكم في فيديو سريع كده، كنت عايزه في حدود ال5 دقايق او ال10 دقايق. فانا هوقفه هنا عشان ما اطولش قوي وانت تكون خدت اكبر معلومات. فلو انت حابب فعلا تيجي دوله اقرب لينا في اسيا وتشوف برضو الحضاره والحاجات الجميله اللي هنا، تعالى ماليزيا. يلا اشوفكم فيديو.